كتاب فن التفكير بوضوح لرولف توبلي. الكتاب ده مش بيقولك تفكر ازاي، لكن بيفضح لك الأخطاء اللي انت بتقع فيها وانت فاكر انك في نفس الوقت عبقري. هو محاولة لفتح الحيل اللي بتعملها دماغك علشان تفكر بوضوح ومن غير ما تقع في فخ التفكير العشوائي. الفصل الأول وهو وهم النجاح السهل. كتير بنتفرج على قصة نجاح ونفتكر إن الطريق سهل، لكن الحقيقة إن وراء كل قصة نجاح في الآلاف الناس اللي حاولوا وفشلوا ومحدش سمع عنهم. الكاتب هنا بيفكرك إنك ما ينفعش تحكم على حاجة من الظاهر ولا تقارن نفسك بمثال ناقص، أو لو هتقارن لازم تشوف الصورة كاملة. الفصل الثاني وهو بيتكلم عن دماغك بيغششك أو دماغك بتغششك من غير ما تحس. أوقات كتير بتاخد قرار ويطلع نتيجته حلوة فتفتكر إنك شاطر، وأوقات تانية تعمل كل الصح وبرضه تخسر فتفتكر إنك فاشل. الكاتب بيقولك قيم القرار من منطقه مش من نتيجته، لأن الدنيا مش دايما منطقية وأحيانا الحظ بيلعب دور كبير. الفصل الثالث وهو خرافة إنك دايما على حق. أنت مش دايما على حق، بس دماغك دايما بتحاول تقنعك بكده علشان تحس بالأمان. الكاتب بيشرح إنك دايما بتدور على الكلام اللي يوافق رأيك وتتجاهل الباقي، وده اسمه التحيز التأكيدي. لو عايز تفكر بوضوح لازم تسمع الرأي اللي بيخالفك وتسأل نفسك بصدق، ممكن أكون غلطان؟ الفصل الرابع تأثير القطيع. أوقات بنختار حاجات مش علشان مقتنعين بيها، بس عشان الكل بيعمل كده، وده بيحصل في كل حاجة من اللبس للأكل لقرارات الحياة. الكاتب بيقولك خليك ناقد مش تابع، خليك مع رأيك لو مقتنع بيه حتى لو كل الناس ماشية عكسك، المهم إن هو قرار صح. الفصل الخامس بيتكلم عن الغرور والتسرع اللي بيخلوك تغلط. واحدة من أكبر أخطاء التفكير إنك تفتكر إنك دايما فاهم أو ترفض تعترف إنك مش عارف، بس الحقيقة بوضوح المتواضع في تفكيره هو اللي بيوصل أبعد أسهل. الكتاب ده مش بيقولك تفكر إزاي، هو لكن حاجة ممكن توصلنا الأخطاء اللي أنت بتقع فيها. استنى شوية قبل إنك في نفس الوقت هتشوف الدنيا بشكل هو محاولة لفتح الحيل اللي بتعملها مشاعرك علشان تفكر بوضوح أكتر ومن غير ما تقع في فخ التفكير العشوائي. الخسارة بتوجعك أكتر. الفصل الأول فرحة المكسب، وهم النجاح، الخوف، القلق، الإحراج، كل دي مشاعر بنتفرج على قصة نجاح ونفتكر إن حتى لو سهل. أنت مش واخد، لكن الحقيقة علشان كده لازم نجاح تفصل بين شعورك في الآلاف الناس اللي حاولوا وفشلوا ومحدش سمع عنهم يبوظ مستقبلك. الكاتب هنا بيفكرك إنك حتى لو كانت حاجة في مجال عملك على حاجة من الظاهرية ولا تقارن نفسك بمثال ناقص، أو طالما القرار لو هتقارن يأثر على المستقبل لازم تشوف الصورة كاملة. لازم الفصل الثاني وهو بيتكلم عن دماغك بيغششك أو دماغك بتغششك من غير ما مش مطلوب منك تكون أوقات كامل. كتير بتاخد قرار ويطلع تكون واعي حلوة كل ما تفتكر إنك شاطر لأخطائك، أوقات تانية تعمل كل الصح وبرضه كل ما قدرت فتفتكر إنك فاشل وتعيش حياة بيقولك قيم القرار أكثر من منطقه، ودي كانت مش من نتيجته، لأن الدنيا مش دايما منطقية. ما تنسوش وأحيانا الحظ بيلعب دور كبير. الفصل الثالث وهو خرافة إنك دايما على حق. أنت مش دايما على حق، بس دماغك دايما بتحاول تقنعك بكده علشان تحس بالأمان. الكاتب بيشرح إنك دايما بتدور على الكلام اللي يوافق رأيك وتتجاهل الباقي، وده اسمه التحيز التأكيدي. لو عايز تفكر بوضوح لازم تسمع الرأي اللي بيخالفك وتسأل نفسك بصدق، ممكن أكون غلطان؟ الفصل الرابع تأثير القطيع.
أوقات بنختار حاجات مش علشان مقتنعين بيها، بس عشان الكل بيعمل كده. وده بيحصل في كل حاجة، من اللبس للأكل لقرارات الحياة. الكاتب بيقولك خليك ناقد مش تابع، خليك مع رأيك لو مقتنع بيه، حتى لو كل الناس ماشية عكسك. المهم إن هو قرار صح. فصل خامس بيتكلم عن الغرور والتسرع اللي بيخلوك تغلط. واحدة من أكبر أخطاء التفكير إنك تفتكر إنك دايما فاهم. كتاب فن التفكير بوضوح لرولف توبلي. الكتاب ده مش بيقولك تفكر إزاي، لكن بيفضح لك الأخطاء اللي انت بتقع فيها وانت فاكر إنك في نفس الوقت عبقري. هو محاولة لفتح الحيل اللي بتعملها دماغك علشان تفكر بوضوح ومن غير ما تقع في فخ التفكير العشوائي. الفصل الأول وهو وهم النجاح السهل. كتير بنتفرج على قصة نجاح ونفتكر إن الطريق سهل، لكن الحقيقة إن وراء كل قصة نجاح في الآلاف الناس اللي حاولوا وفشلوا ومحدش سمع عنهم. الكاتب هنا بيفكرك إنك ما ينفعش تحكم على حاجة من الظاهر، ولا تقارن نفسك بمثال ناقص، أو لو هتقارن لازم تشوف الصورة كاملة. الفصل التاني وهو بيتكلم عن دماغك بيغششك أو دماغك بتغششك من غير ما تحس. أوقات كتير بتاخد قرار ويطلع نتيجته حلوة فتفتكر إنك شاطر، وأوقات تانية تعمل كل الصح وبرضه تخسر فتفتكر إنك فاشل. الكاتب بيقولك قيم القرار من منطقه مش من نتيجته، لأن الدنيا مش دايما منطقية وأحيانا الحظ بيلعب دور كبير. الفصل الثالث وهو خرافة إنك دايما على حق. أنت مش دايما على حق، بس دماغك دايما بتحاول تقنعك بكده علشان تحس بالأمان. الكاتب بيشرح إنك دايما بتدور على الكلام اللي يوافق رأيك وتتجاهل الباقي، وده اسمه التحيز التأكيدي. لو عايز تفكر بوضوح لازم تسمع الرأي اللي بيخالفك وتسأل نفسك بصدق، ممكن أكون غلطان؟ الفصل الرابع تأثير القطيع. أوقات بنختار حاجات مش علشان مقتنعين بيها، بس عشان الكل بيعمل كده. وده بيحصل في كل حاجة، من اللبس للأكل لقرارات الحياة. الكاتب بيقولك خليك ناقد مش تابع، خليك مع رأيك لو مقتنع بيه، حتى لو كل الناس ماشية عكسك. المهم إن هو قرار صح. فصل الخامس بيتكلم عن الغرور والتسرع اللي بيخلوك تغلط. واحدة من أكبر أخطاء التفكير إنك تفتكر إنك دايما فاهم.